واحد المثال زوين بزاف قالوا جلال الدين الرومي: الجرح هو المكان اللي كيدخل منه النور. قبل 2019 كنت كنسمع بزاف ديال المعلمين الروحيين اللي كيهضروا على فكرة تقبل الواقع. كنت كنقول زوينه هاد الهضره، ولكن في الحقيقه ما كنتش عايش هاد الفكره ومآمن بها، كنت غير فاهمها بالعقل. حتى لواحد النهار سمعت واحد القصه اللي اثرت فيا، ما كانش غير هضره وصافي، بقدر ما كانت كتحاكي تجربه حقيقيه وواقعيه ديال بزاف ديال الناس. هاد القصه كانت ديال واحد الاب كان عنده ولد وقع عليه حادثه ولا مشلول. الاب تقهر حيت كان عنده بزاف ديال الاحلام بان ولده يتخرج ويتزوج ويكونوا عنده الولاد، ولكن داكشي مات في نهار الحادثه. الاب بقى عايش دوامه ديال كان خاصني نكون في حفل التخرج ديالو، كان خاصني نحضر لعرسه. ما قدرش يتقبل ان الواقع تبدل. القصه بينت ان الاب خاصو يحسن على التوقعات ديالو، ماشي غير في العقل ولكن حتى في الجسد. بحال شي رياضي كان كيتمنى يربح بطوله وتصاب، وبقى كيقول حياته كامله كان خاصني نكون بطل، ودوز سنين وهو مريض بالحسره. هادي كانت اللحظه اللي بدات تفتح شي حاجه من الداخل. انا بطبعي مثالي بزاف، كنت كنتسنى بزاف من راسي ومن الناس ومن الحياه، وكنت كنقول الناس خاصهم يكونوا صادقين، ما يكذبوش، ما يضحكوش على الناس، ما يخونوش. كنت عايش في العالم ديال خاص وما خاص، وملي الحياة ما كديرش بحالي كنت كنحس بالإحباط والغضب وحتى الكره. جسدي كان كيتشنج ولات عندي مشاكل صحية. تخيل لمدة أعوام كنت كنعيش في بانيك أتاك وقلبي كيضرني ومشاكل في الهضم وغيره. والطبيب اللي كنمشي عنده كيقول لي ما عرفت شنو عندك. من بعد فهمت جسدي كان متقل بتوقعات ما قبلهاش الواقع. باش تقبل الواقع بصح خاصك تحسن على التوقعات اللي ما تحققاش، تحسها في الجسد ديالك. ما كافيش تقول غادي نتقبل وتعاودها بحالك بحال شي بيروكي. خاصك تشوف فين الجسد كيحس بالثقل وبالتشنج وبالقهر. الا حسيتي بالقلب مشدود وبالنفس ثقيله ولا اي حاجه غير خفيفه، فراه باقي كاين الحزن وما خرجش. ولا بقيتي حاضر مع داك الاحساس بلا ما تهرب منه، غادي تحس تدريجيا بالافراج. ممكن تبكي، ممكن تعب، ممكن تحس بالحرارة والطاقة كتحرك في الداخل ديالك. الجسد كيعطي الإشارة دابا تقدر تنطلق. من بعد التمرين قررت نقضي حياتي كاملة كنجرب نتأمل في هاد خاصني. كل نهار كنت كنجلس بوحدي وكنلاحظ أفكاري. كل مرة كنلقى في راسي كنفكر خاصني ندير هادي وما كانش خاصني ندير هادي. مع الوقت اكتشفت شحال من حمل كنت هازو بلا ما نحس. قررت نخص حياتي لهاد الخدمة على راسي، حيت قبل ما نعاون عباد الله خاصني نعاون راسي انا الاول. وليت كنكتشف بزاف ديال البرمجه اللي جايه من الطفوله. مثلا الوالده كانت كتعيش بنفس الطريقه، عندها توقعات كثيره وملي ما كيتحققوش كتغضب بزاف وكتبقى تهضر على الطبله وتهضر على الحوايج وتهضر على شي حوايج ما عندهم حتى علاقه. واكتشفت انني ولدت من هذاك النمط بلا ما نعيق. من بعد ديك التجربه حسيت براحه ما كنتش حاس بها من قبل، بحال ولات عندي حياة جديدة وقبلت الحياة كما هي. ما بقاتش غير كلام على ورق ولكن شعور حقيقي. من بعد مرور أعوام وأعوام لاحظت أن التقبل ماشي حاجة كتجي مرة واحدة، كتجي عبر طبقات، بحال شي بصلة كتقشرها شوية بشوية. في كل فترة كيرجع نفس الإحساس القديم ولكن خفيف. الحاجة اللي كانت كتعصبني أسابيع ولات كتدوز نهار، والحوايج اللي كتدوز نهار ولات كتدوز ساعة أو دقائق. الجسد ما كيطلقش كلشي دفعة واحدة، يمكن باش ما يتصدمش. كل طبقة كتطلق كتفتح باب لعمق جديد. تعلمت واحد التقنية سميتها ماسكل تيستين باش نعرف منين جاي التشنج، واش من صدمة قديمة ولا من شي طاقة موروثة. وكانت النتيجة قوية بزاف. كان عندي واحد المشكل مع بزاف ديال الناس، كل مرة كنحاول ندير شي حاجة بنية مزيانة كينتقدوني، ما عمرهم شكروني. كان دائما كيشوفوا الغلط، داك الغلط صغير. كنت كنحس بالظلم كيتحرك والغضب كيتصاعد.
في صدري ثم في الحلقة ديالي ثم في فمي ثم في وجهي اللي كيعمر بالدم. بقات هاد المسألة كتعاود كل عام، وكنت كنغوت نوجد نتنرفز بحال الوالدة ملي كتعصب. مرة الوقت كان اي واحد كيعايرني او كيتهمني بلا سبب، كنت كناخذ داك الموقف كفرصة نكتشف طبقة جديدة في الداخل ديالي، حتى ولات ردة فعلي خفيفة. وليت كنقول في خاطري راه ما كيهضروش عليا، راه على شي حاجة باقا متفرغة في الداخل ديالي خاصني نخرجها انا. دابا ملي كيهضروا بطريقة ما كتريحنيش، ما كنتقلقش وما كنحقدش عليهم بحال اللي قبل، كنحس براسي مرتاح اكثر ومتقبلهم كما هما. في الاخير تعلمت ان التقبل ماشي ضغطة زر، راه مسار طويل بحال شي رحلة داخلية. كل مرة كتعصب كتحزن كتغار، راه الجسد ديالك كيعطيك اشارة ان شي حاجة باقا متفرغاتش. بالمقابل كل مرة كتخلي داك الاحساس يدوز بسلام، كتقرب اكثر للراحة. الحياة ما كتعالش بالسيطرة ولكن باطلاق السيطرة. السلام ما كيجيش من انك تبدل الواقع، ولكن من انك تقبله كما هو وتخلي القلب مفتوح مهما كان. خلاصة التعافي ماشي من انك تتحكم في كل حاجة، ولكن من انك توقف الحرب مع الحياة وتخلي الالم يدوز باش يولي النور كيدخل.